تعرف الفرق ما بين wake up و get up؟ في الفيديو ده هعرفك الفرق مع الأمثلة في أقل من دقيقتين. أول حاجة معايا كلمة wake up وده phrasal verb يعني فعل اصطلاحي، والفعل ده التصريف التاني بتاعه woke up والتصريف التالت woken up، وده معناه يستيقظ أو يوقظ، يعني يصحى من النوم أو يصحي حد من النوم، يعني هو يكون نايم ويقوم من النوم. معناه بالإنجلش to stop sleeping and open your eyes، to stop sleeping and open your eyes، تبطل نوم وتفتح عينيك، أو to cause someone to stop sleeping، تصحي حد من النوم. والمثال بيقول my alarm clock rang and I woke up immediately. my alarm clock rang and I woke up immediately، يعني المنبه بتاعي رن وصحيت على طول. والمثال التاني بيقول the sound of the baby crying woke me up. the sound of the baby crying woke me up، يعني صوت البيبي اللي كان بيعيط ده صحاني. وكده هيبقى معناه يوقظ بيصحي حد أو يستيقظ هو اللي يصحى. بعد كده معايا الفيرب الاصطلاحي او الفريزر فيرب get up، والتصريف الثاني got up، والتصريف الثالث got up او gotten up. تمام، وده معناه ينهض من الفراش، يعني هو يبقى صحي عادي بس لسه قاعد في السرير، فلما يقوم من السرير بقى يبقى كده دي اسمها get up. يبقى get up معناها يقوم من السرير، ومعناها بالانجلش to get out of bed usually to start your day. to get out of bed usually to start your day، تصحى من السرير عشان تبدأ يومك. والمثال بيقول the first thing I do when I get up is to go to the toilet. the first thing I do when I get up is to go to the toilet. أول حاجة بعملها لما بصحى من النوم إن أنا أروح التويلت. يبقى كده كلمة wake up معناها يصحى من النوم، يستيقظ أو يوقظ حد، و get up معناها يقوم من السرير. وتعالى نحط التو phrasal verbs دول في جملة واحدة ونقول I wake up around 7 o'clock but I don't get up until around 8. I like to lie in bed reading before I start my day. I wake up around 7 o'clock but I don't get up until around 8. I like to lie in bed reading before I start my day. يعني أنا بصحى من النوم الساعة 7 ولكن ما بقومش من السرير إلا قبل، يعني مش قبل الساعة 8 عشان بحب أنام في السرير وأبدأ يومي بالقراءة. وكده خلصنا الفيديو، وطبعا اكتب لي في الكومنتس تحت مثالين أو أمثلة تبين أنت فهمت الفرق بين الكلمتين. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير لأن كل الكلام ده بيدعمنا. وكده خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.